السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم أحمد شفيق. يمكن الفيديو ده ملوش سكريبت، وأنا بدعي إن هو أهم فيديو أنا عملته لغاية دلوقتي. ليه؟ لأن هو بيجاوب على أسئلة حضراتكم يعني في مجال الشغل أونلاين، وهو مبني في الأساس على الأسئلة اللي بتجيلي من حضراتكم سواء على صفحة الفيسبوك أو على القناة. أكتر سؤال بيتسأل لي هو أبتدي بإيه؟ والإجابة اللي سألني السؤال ده وقرأ إجاباتي على الناس التانية هيلاقي الإجابة موحدة تقريبا. لو عايز تدخل دخل حقيقي بجد من الانترنت يتعاش بيه، يبقى اول حاجه تعملها ان انت تقوي الانجليزي بتاعك، او لو ما بتعرفش انجليزي تتعلم انجليزي. وتاني حاجه تعلم الاي اي برومبت انجينيرنج، او اللي هي هندسه اوامر الذكاء الاصطناعي. معلش بعض الاجابات قد تبدو قاسيه شويه، بس الحقيقه دايما تقيله. فانا بقول لك الحقيقه اللي ما تتوهكش. في برضو سؤال بيجي كتير جدا: انا عايز اشتغل اونلاين ضروري. انا هقول لكم على نقطه كده معينه لازم نبقى كلنا محددينها مع بعض، وهي إن في عامل مشترك ما بين كل اللي بيشتغلوا أونلاين أو اللي عايزين يشتغلوا أونلاين، وهي الحاجة للمادة، إن إحنا عايزين دخل، عايزين نحسن بيه حياتنا. والفكرة هنا العمل مقسوم نصين: في عمل بيجي فلوس كويسة، وده محتاج مذاكرة وعلم، زي ما قلنا نتعلم إنجليزي، نتعلم AI، ونتعلم بعد كده المجال ده. وفي شغل تاني اللي هو يعتبر شغل سريع، ده دخله أقل بكتير لكن بيجيب دخل ممكن يساعد جنب. لو أنت بتشتغل شغلانة تانية ده ممكن يساعد بحاجة بسيطة كده. زي ايه؟ كنت عملت انا فيديو من فترة كده عن بيع الصور اونلاين، الصور المولدة بالذكاء الاصطناعي اونلاين. ده مجال بيزنس بيجيب فلوس قليلة بتمشي جنب المرتب بتاعك، لكن لو عايز دخل كويس يبقى لازم تتعلم مجال من المجالات اللي هي الكبيرة شوية، اللي محتاجة مذاكرة شوية، زي الجرافيكس، زي البروجرامينج، زي المونتاج، الحاجات دي. وفي نفس الوقت انا عايز انصحكم بحاجة كده لوجه الله: في مجالات ما تقربش منها، ابعد عنها. مهما كان المجال ده يبدو سهل ان انت تتعامل معاه وسهل ان انت تجيب منه فلوس، وهو مجال التداول ومجال الفوركس. هما الاثنين تقريبا متشابهين جدا، لان انا عارف ان فرصة خسارتك فيه اكبر بكتير من ربحك. يعني انت لو دخلت كده ودورت هتلاقي اللي بيخسروا فيه اكتر من 70%. يعني لو 10 بيشتغلوا في المجال ده، 3 هم اللي بيكسبوا و7 بيخسروا، وانا شايف ان هو اكتر كمان، ممكن 2 يكسبوا و8 يخسروا. فلو انت داخل المجال ده بدون علم فانت بتعمل نوع من انواع القمار بفلوسك. وحتى على علم الموضوع فيه خطورة كبيرة جدا، ريسك عالي جدا. عارف ان في ناس كتير هتزعل من الكلام ده وتقولي ازاي التداول والفوركس والكلام ده شغال كويس قوي وبتاع. انا قلت لكم اللي عندي، دي نصيحة لوجه الله. عايزين تسمعوا رأي حد تاني براحتكم، بس انا بقول لكم والله بناء على خبرة. ولو عايز تتأكد من كلامي دور ورا شركات الفوركس ودور وشوف الدنيا ماشية ازاي، هتلاقي اغلبها اصلا ما بيستمرش. وعايز اقول لكم كمان ان انا اتعرض عليا رعايات مدفوعة من شركات للفوركس والكلام ده، بس انا بتجنب الكلام ده قدر الامكان. فانا مش عايز اورطكم. يعني انا سهل عليا ان انا اخد فلوس واعمل فيديو وبتاع والكلام ده، بس في الاخر انت هتورطوا توريطة سودا يعني. معلش انا بتكلم بالبلدي كده. فمش عايزكم تبنوا احلام على حاجات تبدو ان ارباحها سريعه وهي مش حقيقيه. في مجال تاني بقى ما تقربولهوش خالص، وهو المواقع اللي بتقولك اتفرج على فيديو وخد فلوس، اعمل كليكات وخد فلوس. دي مش بس عمليه نصب في وجهه نظري، لا ده كمان الازمه الكبيره فيها ان انت بتخدع ناس تانية. يعني انت لما تعمل لايك على بوست والكلام ده وانت مش همك الموضوع اصلا ولا جربت المنتج وعشان تاخد عليه فلوس، انت بتخدع اللي بيشتري، بتشارك في عمليه نصب، وفي الاخر هيتنصب عليك انت شخصيا. فنصيحه لوجه الله برضو بلاش المجالات دي. السؤال تاني برضو بيجي لي: هل انا بدي كورسات واحد لواحد والكلام ده؟ لا. انا يمكن لو ما تعرفوش انا لسه راجع مصر من فتره قصيره جدا، وان شاء الله عندي النيه ان انا اعمل كورس، هيبقى كورس كبير بس هيبقى اونلاين بقى على اليوتيوب مثلا. هيبقى عن مجال ايه؟ هيبقى عن مجال صناعة المحتوى المرئي، وده واحد من المجالات اللي انا شايفه اللي برضه عايز دخل سريع وما يعرفش اي حاجة. وده سؤال برضه بيجي لي كتير. احسن حاجة تعملها لو انت تعرف حاجة بره مجال التكنولوجيا، ليك في اي مجال تاني، ممكن تعمل فيديوهات تشرح للناس المجال ده. ودي واحدة من اسهل الطرق اللي تجيب ربح مضمون. يعني في البداية الربح مش هيبقى كبير، وانا عارف الناس بتبقى محتاجة الربح ده بسرعة، لكن اي مجال بياخد وقته عشان يجيب ربح. طيب في حاجة تانية كمان بتسألني: هو دلوقتي احنا كل يوم بيظهر جديد ومش ملاحقين والكلام ده. الحل للموضوع ده ان حضرتك او حضرتك ان انتوا تدوروا على المنتج اللي انتوا عايزين تطلعوه في الاخر، واعتبروا كل اللي بيحصل وكل الدوشة اللي حواليكوا دي ادوات، مجرد ادوات. عملت المنتج بتاعك باداة قديمة مش مشكلة، عملته باداة جديدة برضو مش مشكلة. اتعلمت اداة النهاردة عشان خاطر تستخدمها عشان تسهل عليك شغلك، برضو مش ازمة. مش لازم كل يوم تتعلم اداة جديدة. السوق بيجري بسرعة والاي اي مجنن الدنيا، انا فاهم، وبتشوفوا كل يوم حاجات جديدة نازلة وعايزين تلاحقوا.
انت مش وظيفتك ان انت تلحق، انت وظيفتك ان انت تطلع المنتج بتاعك باحسن صورة ممكنة، دي وظيفتك. فمش كل يوم لازم تتعلم اداة جديدة. كل اللي عايز انصحك بيه هو حاول تكون متقن للمنتج اللي انت بتطلعه على قد ما تقدر وزيادة كمان. واكيد برضو في سؤال دلوقتي طرح نفسه، وهو ليه اتعلم انجليزي طالما انا هشتغل في مجال التكنولوجيا؟ لان اللي انا برشحه لحضراتكم، انا مش برشح لك ان انت تشتغل جوه الدول العربية او ان انت تشتغل جوه مصر. انا برشح لك الشغل ان انت تشتغل اونلاين مع الاجانب، لو ما انا اصح في امريكا واوروبا. ليه؟ علشان خاطر تدخل اكبر قدر ممكن من الدخل. الحاجة اللي انت ممكن تعملها جوه مصر هنا مثلا ب5000 جنيه انت ممكن تعملها بره بالدولار باضعاف. ويمكن الفرق بيننا وبين الاجانب في الشغل في طريقة اسلوب الشغل ان هم مواعيدهم محددة، احنا عندنا شوية ليونة في المواعيد ودي حاجة صعبة جدا. وطبعا فارق اللغة، فاحنا نكسر فارق اللغة وان شاء الله يبقى عندكم برضو فكرة ان انا احدد مواعيد يبقى ماشي بالساعة. مفيش حاجة ان انا تعبان النهاردة مش قادر، لا، ده شغل وشغل بيجيب فلوس كويسة. ليه اتعامل بقى بالطريقة دي؟ سؤال برضو بتسألي كتير جدا، هل الشغل اللي انت بتقدمه الفيديوهات ده حقيقي؟ طبعا حقيقي. وما تاخدش مني المعلومة على هذا الاساس، خش دور وشوف، اسأل الذكاء الاصطناعي، دور براحتك بقى. بس اي مجال انا بقدمه، اي مجال شغل انا بتكلم فيه محتاج مجهود ومحتاج شغل بجد. فكرة ان انا هنام واصحى الاقي ملايين فوق دماغي دي، يعني يا جماعة شيلوها من دماغكم. الشغل اونلاين ما يختلفش عن الشغل اللي بره، غير في ان هو بيتعمل من على الكمبيوتر. بيتعمل على البيت، ودي ممكن طبعا تبقى حاجة مريحة واحيانا بتتحكم في الوقت بتاعك بتاع الشغل، لكن في الاول وفي الاخر محتاج مجهود ومثابرة. فلو حضرتك بتدور على شغل اونلاين على اساس ان هو اسهل من اللي بره، لا، ده مش حقيقي. واهم نصيحة اقولها لك النهاردة، وعارف كلامي يبدو تقيل ويبدو ككلام من الاباء وبتاع والكلام ده، بس هو كلامهم صح. ما تسوفش، ما تأجلش الشغل بتاع النهارده لبكره. انت فرجت على فيديو عندي او عند غيري، المهم ان انت تستفيد وتقوم تنفذ على طول. لو استنيت عليه لبكره خلاص راح من دماغك. ما تتحركش بطريقه ما فيهاش خطه. حط لنفسك خطه بريمايندر او منبه على الموبايل، انا هعمل كذا في الوقت الفلاني. عدوك هو التشتيت. ابعد عن اي حاجه ممكن تشتتك. اي حاجه عندك معلقه حطها على جنب واعتبرها مش موجوده، خلاص بقى انساها. اخدت وقتها ما وصلتش بيها لحل في الاخر، خلاص انساها وابدا في حاجه جديده، ابدا في شغل. مش بقول لحضرتك الكلام ده او حضرتك الكلام ده علشان احمسكم، انا لو مش شايف ان عندكم المقومات دي، بس انتوا مش عارفين ان عندكم المقومات دي، ما كنتش اتكلمت. وصحيح انا عامل القناه دي عشان تدخل دخل، لكن هدفي الاساسي هو ان حضراتكم تستفيدوا، انكم تقوموا على رجليكم. زي كان في بوست احد الساده المشاهدين عمله لي، ما تسمعوش لواحد بيقول للناس اعملوا سبسكرايب واشتركوا في القناة والكلام ده، هو محتاج فلوس عشان كده بيعمل كده. بصوا يا جماعة، الثقافة دي يعني أنا مزعلنيش الكلام قد مزعلني طريقة التفكير. أو أنا لازم أخش في مشروع أخش أبقى فاشل؟ أنا هعمل أي حاجة عشان أنجح المشروع بتاعي. فالعقلية بتاعت ده بيعمل كذا عشان كذا، إيه ده مشروع ولازم ينجح إن شاء الله. يعني برضه من ضمن التعليقات اللي يعني حابب أرد عليها في الفيديو ده، كان حد أو سيدة يعني كتب لي تعليق، أنت في السن ده ولسه بتتعلم ومش عارف إيه والكلام ده. عشان كنت مرة في فيديو زمان قلت إن أنا بتعلم، يعني وهفضل أتعلم كل يوم، وما عنديش مشكلة إن أنا أقول إن أنا بتعلم، وبتعلم لغاية دلوقتي، وإن شاء الله بكرة هتعلم. البني آدم اللي ما بيتعلمش بيموت. معلش الإضاءة كل شوية بتتغير عشان الشباك، فكروني بقى أجيب ستارة أقفل بيها الشباك ده. في تعليق اتكتب لي كذا مرة، أنا خايف أبدأ ويطلع الموضوع الفاضي وأفشل وأبقى كده ضيعت وقت. بصوا يا جماعة، اللي احنا بنعمله هنا أنت بتتعلم صنعة، الصنعة دي حاجة هتفضل ملازماك بعد كده مدى الحياة، فكونك تفشل فيها في بدايتها ده شيء طبيعي مهما كان سنك. وده فرق الخبرة، أنت بتتعلم الخبرة دي، يعني أنت بتتعلم الفشل، بتتعلم التجارب بتاعتك. ولما فشلتش في بداية مشوارك المفروض تفشل إمتى؟ سؤال تاني وهو أنا مش عارف أختار أي مجال، اختار لي مجال او ساعدني ان انا اختار مجال. دي الحاجه اللي اقدر اقول لك عليها ان انت لازم تختارها من نفسك. دي برضه مهنه هتفضل معاك فتره طويله من العمر، ما ينفعش حد يختارها لك، لازم تدور وتشوف وتفهم كل حاجه عنها قبل ما تبدا. ادي لنفسك مهله، وده الاجابه اللي انا بقولها لكل الناس، ادي لنفسك مهله اسبوع، اختار المجال بتاعك، اختار انت عايز تبقى ايه. اللي انا اقدر اساعدك بيه هو انت لو ليك ميول فنيه يبقى خليك في الجرافيكس مثلا، مهتم بالعقل والمنطق والحسابات والكلام ده خليك في البروجرامينج، حابب الموضوع بتاع صناعة الأفلام وصناعة السينما والكلام ده خليك في المونتاج كده. يعني انت بتشوف انت ميال لإيه أكتر وده اللي بتبتدي بيه، مش السوق عايز إيه. خلي بالك من النقطة دي مهمة جدا، لأن الناس كتير بتظن إن السوق عايز إيه فأنا أمشي مع التيار.
الكلام ده غلط. ليه؟ لان انت لو ما تميزتش في المجال بتاعك هتطحن في النص. لازم تبقى مميز، مش مجرد واحد بيأدي وظيفه. وانا مش عايز اقول الكلام ده عشان محدش ياخده على محمل الاهانه او كده، انا لا سمح الله يعني، بس انا اقصد ان في الدرجات الاختلاف في الوظائف بتيجي بسبب كده. واحد متميز في اللي هو بيعمله ده بيبقى مميز على الباقي. حسبه بسيطه يعني. بالنسبه لكلمه الخطا اللي انا عملته اللي هي موجوده في عنوان الفيديو، فهي ان انا اتاخرت في ان انا اكلمكم عن الاوتوميشن. المفروض كنت اتكلم عن الاوتوميشن من بدري جدا، لكن شاءت الظروف ان انا انسى الموضوع تماما تماما تماما. فان شاء الله في الفتره الجايه توقعوا فيديوهات عن الاوتوميشن. انا مش هطول على حضراتكم اكتر من كده النهارده. ان شاء الله انتظروا الفيديو بتاع يوم الجمعه، فيديو حلو عن نانو بنانا وازاي تحققوا منه ارباح. اشوفكم على كل خير وصحه وسلامه وسعاده. احمد شفيق.